شوف هذه اسهل شيبس طريقه الكرادة. لعمل الشيبس. يبتشي نجيب لنا هيك كاسه حلوه مرتبه، نخلي بيها مي حار يفور، نخلي بيها ملح، نجيب البوتيتايه مالتنا ونجيب المكشاره، راح نسوي شرائح من البوتيته، تضغطون شويه زياده بهذا الشكل، نخليها راسا في المي الحار والملح، وهنا راح نعوف البوتيته لمده 10 دقائق، نصفي البطاطا من المي، نجيب لنا دوركه مي بارد من هاي اللي يحبها قلبكم مال الصيف، بس شنو مليانه ثلج، ونضيفها فوق البوتيته، ونتركها 10 دقائق، وهسه نحمي الزيت مالتنا، ورا ما حمى الزيت ننزل البوتيته مالتنا، شيبس الكراده. بسم الله الرحمن الرحيم. صراحه متحمس باش نجرب الشيبس بهالطريقه اللي كتبان سهله، زعما تصدق نجربوها. وانا هنا غادي نجربها غير بجوج ديال الحبات ديال البطاطا باش حتى ما صدقاش مزيان وصدقات لاويه ولا شي حاجه بلا ما نضيعوا البطاطا بزاف. وفي نفس الوقت هاد الايامات هادي بديت الريجيم، ما بغيتش ناكل بزاف ديال الزيوت، غادي غير نذوق واش مزيانه او لا. نبداو كنقشروا البطاطا على بركه الله، بسم الله. فوالا من بعد ما قشرت البطاطا دابا غادي نحاول انني نقطعها بداك الشرائح رقيقه كما قال، بسم الله. الاولى جات بحال هكا. عرفتي صراحه هذا الموس اللي عندي غير عملي بالمره. هذا هو الشكل ديالو. نديروا واحد شويه ديال الماء سخون في هذه الزلافه هذه، ما خصو يكون طايب على حسب ما قال هو. نديروا فيه واحد شويه ديال الملحه ونحطوه في هذه البطاطا هذه، بسم الله. فوالا دابا غادي نخليها فيه 10 ديال الدقائق. ملي غتكمل 10 ديال الدقائق غادي نصفيها باش نكملوا المراحل الاخرى. فوالا هذا هو الشكل ديال البطاطا من بعد مرور 10 ديال الدقائق. دابا غادي نمشي نصفيها من الماء ونشفها واحد شويه ونشوفوا النتيجه. فوالا من بعد ما صفيت البطاطا دابا عندي هنا الزلافه هذه فيها واحد شويه ديال الماء بارد. غادي نزيد عليها كذلك الثلج باش انه داك الماء يبرد مزيان. عندي هنا الثلج على شكل ورده. هاد القوالب اللي كنت واحد المره شريتهم من علي اكسبريس وريتهم لكم في ستوريات ديال الانستغرام. اللي ما عنديش الانستغرام يتابونا عندي تما، راه كنشارك معكم ستوريات ديال البرودويات اللي كنشري وشحال من حاجه. فوالا شوف ثلج على شكل ورده. هاد القوالب هذوك ممكن دير فيهم انك دير فيهم مثلا الشكلاط، دير فيهم الصابون او اي حاجه كيعطيوك هاد الوريده هذا. صراحه الشكل ديالهم زويون. وهذا القالب كذلك هو كنت شاركته معكم في ستوري ديال الانستغرام، حتى هو فيه كيفاش انك تصاوب يعني الثلج على شكل كويرات. فوالا دابا على بركه الله غادي نحطو فيها البطاطا هذه باش انها تبرد، ونخليوها كذلك لمده 10 ديال الدقائق، بسم الله. فوالا من بعد ما درتهم دابا كامل وسط الماء هذا اللي مكلاصي غادي نخليهم 10 ديال الدقائق وداك الساعه نكملوا. وحنا كنسيو ديك 10 دقائق على انها تدوز باش البطاطا تبرد مزيان. غادي ندير الزيت على انها تسخن على بركه الله. بعد ما سخنات الزيت غادي نحطوا هاد الصفايه هذه، بسم الله. البطاطا اللي كانت بردات مزيان في ذاك الماء صفيناها، دابا غادي نحطوها هنا باش تقلى، بسم الله. الزيت سخنات بزاف والبطاطا بارده بزاف، علاه كدير بحال هكا؟ عرفتي الصراحه كيديو الوقت بزاف. اضطريت انني نحيد داك الشبكه باش يلاه يرقوا في الزيت مزيان. فوالا دابا هما كنجبدهم، ملي كنجبدهم كنحطهم هنايا. فوالا على بركه الله دابا اخر دفعه. في الاخير حصلت على هاد الكميه هادي. فوالا هذا هو الشكل ديالها، على ما تيبان صراحه على انها مقربله مزيان. اسمع، يعني بكثرة ما هي مقربله كتفرتت. نرشوا عليها واحد شويه ديال الملحه ونخلط مزيان، ودابا ندوقها على بركه الله، بسم الله. شوف حاجه دقيقه. عرفتي صراحه والله الا جات بنينه ومقرمله بزاف، ولكن المشكل ديالها انها عامره بالزيت بزاف وغير صحيه. عرفتي راه مقرمله والمذاق ديالها بنين، جات مقرمله بحال الشيبس ديال الزنقه. وحيت كما قلت لكم في البدايه ديال الفيديو دابا انا حاليا دخلت في واحد الريجيم، صراحه ما كرهتش ناكلها كامله، ولكن حيت فيها الزيت بزاف ما غاديش نقدر نكملها كامله. طبيعه الحال ما غاديش نديرها، نعطيها للمولين الدار ياكلوها. وبالنسبه اللي كيعجبوا الفريت والشيبس صراحه غتعجبوا هذه بزاف، ولكن باش نحيد عليا التقليد راه قلت لكم على انها غير صحيه. كما المعلومات اللي خديتها على ان الحوايج اللي كتكون طايبه في الزيت بهذا الشكل هذا كتكون غير صحيه، وصلتها لكم. المهم انا جربتها وقلت لكم انها جات مزيانه من ناحيه المذاق، والقرار الاخير كيرجع لكم. ما تنساوش تدوزوا عندي الانستغرام.